مش كل شقة لقطة تبقى مكسب. ساعات الرخص بيبقى تمنه غالي قوي، وأسماء دفعت التمن ده من أعصابها ودمها في أوضة ما كانش المفروض شباكها يتفتح أبداً. تعالوا أحكي لكم القصة من أولها لآخرها، لكن قبل ما نبدأ ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة علشان إحنا بنكبر بيكم، وتسيبوا اللايك الجميل وتقولوا لنا رأيكم في القصة بتاعت النهاردة، وأعمل لك لفة في قصص القناة التانية واللي متأكدين إنك هتحبها وتستمتع بيها. يا جماعة، القناة دي مش معمولة علشان تشوفوا القصة، ولكن هي معمولة علشان تسمعوا القصة وانتوا شغالين أو سايقين أو بتناموا. يعني إحنا معتمدين على السماع أكتر من الرؤية، والمشهد البسيط اللي بيتكرر ده فقط لتوضيح مود القصة مش أكتر، مش تجسيد للقصة أو شيء لازم تشوفوه أصلا. يلا بسم الله نبدأ. سنة 2009 في مكان هادي في محافظة الفيوم، في عائلة مكونة من 3 أشخاص: الأب والأم وبنت، بنتهم الوحيدة اللي اسمها أسماء. العيلة بسيطة وحياتها روتينية عادي. الأب بيروح شغله كل يوم، والأم قاعدة في البيت بترعاه. وأسماء في 3 ثانوي، السنة اللي كلها دروس ومذاكرة وتوتر لساعات زي ما انت عارف. في الوقت ده العيلة كانوا مؤجرين شقة على قدها في الفيوم، ولكن مرة واحدة في سمسار يعرف الأب بلغه إن في شقة وقعت قدامه لقطة. الشقة سعرها كويس جدا وفي مكان كويس، وقريبة كمان من الشغل بتاع الأب، وهيبقى قريب من الدروس بتاعت أسماء. وبالفعل الأب اتبسط جدا، لأن هو كان عامل جمعيات وبيحوش فلوس بقاله فترة علشان نفسه يشتري شقة تمليك. ساعتها العيلة اتحمست جدا وراحوا مع السمسار يتفرجوا على الشقة. الشقة كانت في عمارة عادية، السلم بتاعها كويس وواسع، والشقة في الدور الثالث. أي نعم، الشقة كانت قديمة إلى حد ما، مش قديمة أوي يعني، ولكن مش جديدة. والعمارة عادية، يعني ما كانش فيه أي علامة تخوف أو أي حاجة تقلق. وهنا طلعوا للشقة وفتحوا الباب، وأول ما دخلوا شموا ريحة كمكمة، ريحة بيوت بقالها كتير أوي مقفولة. ولكن غير كده الدنيا تمام. الشقة كانت عبارة عن أوضتين وصالة وحمام ومطبخ، ولكن كان في أوضة تالتة في آخر الشقة. أوضة ولكن مساحتها مش كبيرة. وهم بيتفرجوا على الشقة كلها وجم عند الأوضة التالتة دي، استغربوا إن مساحتها محندقة، واستغربوا كمان إن ما فيهاش شباك. الأوضة مكتومة، بس الأب خد باله إن مكان الشباك أصلاً مقفول بطوب مسدود، كأن حد بنى مكان الشباك. الأب وقتها سأل السمسار باستغراب وقال له هو الشباك ده مسدود أو مقفول ليه؟ فالسمسار أصلاً ما كانش يعرف، فقال له يمكن علشان الجيران أو الراجل اللي كان ساكن في الشقة كان مثلاً مش حابب إن حد من الجيران يشتكي فسده. الرد كان منطقي أو إلى حد ما مقبول. قال له يا عم لو حبيت تفتحه في أي وقت نفتحه عادي، مش حوار. في الوقت ده أسماء بتقول إن هي أول ما دخلت الأوضة التالتة دي حست إن هي مش مرتاحة إلى حد ما. الأوضة غريبة، مكتومة قوي، ومحذوفة في آخر الشقة، وحست إن هي متوترة. إحساس مش خوف ومش قلق، ولكن ارتباك أو عدم ارتياح مؤقت. المهم، الأب والأم اتشاوروا واتفقوا في الآخر إن هم يشتروا الشقة دي. شقة لقطة، والسعر بتاعها كويس جدا مقارنة بباقي الشقق، واللي مخلي سعرها مش غالي قوي إن هي في دور تالت، وزي ما انت عارف أكيد مفيش أسانسير في العمارات دي. وبالفعل قرروا يشتروها ومضوا العقد مع ابن صاحب الشقة، لأنه هو كان واحد من الورثة وآخد توكيل إنه هو يتصرف في الشقة عادي. وباع لهم الشقة ونقلوا الحاجات بتاعتهم فيها، والدنيا كانت تمام ومبسوطين ونظفوها وكله زي الفل. ويعدي يوم واتنين وتلاتة وكل شيء ماشي طبيعي. وبعد مرور أسبوع كامل بدأت أسماء تلاحظ إن في حاجات غريبة هي الوحيدة اللي بتاخد بالها منها. أسماء في ليلة من الليالي كانت بتذاكر، فقالت تذاكر في الصالة بما إن كله نايم ومفيش حد هيضايقها ولا يعمل صوت. فوهي قاعدة في الصالة بتذاكر حست بهدوء مش طبيعي، لدرجة إن هي بدأت تخاف من حاجة مش موجودة أصلاً. ولا المفروض تخاف من إيه؟ ما تعرفش. أسماء ما كانتش تعرف إن الشقة مقفولة بقالها كتير قوي، مش شهر ولا 2 ولا سنة، دي سنين. وصاحب الشقة دي كان عايش فيها هو ومراته، وبعد مدة مراته ماتت،
وقعد فيها فترة لوحده، وبعد موته أولاده ورثوها منه بعد ما القضية اتقفلت واستلموا الورث وباعوها. ما كانش فيه أي حاجة وقتها تخوف العيلة من الموضوع ده غير الحتة القانونية، ولكن بما إن كل شيء قانوني فخلاص. المهم أسماء في الليلة دي وهي قاعدة بتذاكر بالليل في الصالة لمحت زي خيال عدى بسرعة من الحمام للمطبخ. اتنفضت من مكانها وقامت تجري تشوف إيه اللي دخل المطبخ ده. ما لقتش حاجة، فقالت لنفسها أكيد دي تهيؤات من كتر المذاكرة مش أكتر والضغوطات النفسية. وفي الليلة دي بعد ما خلصت مذاكرة والجو كان اتأخر، كان تقريبا الفجر، جت علشان تنام تسمع صوت غريب، صوت ست أو واحدة بنت بتستغيث وصرختها مكتومة. الصوت مش صريح ومش عارفة تصدق الصوت ده بجد ولا بيتهيأ لها زي الخيال. الصوت بيعلى في دماغها وبدأ يتهيأ لها إن هو جاي من الأوضة التالتة اللي الشباك بتاعها مقفول. أسماء ما قدرتش تنام في الليلة دي وفضلت صاحية لحد ما النور شقشق ومامتها صحيت وباباها صحي علشان يروح الشغل، وهي قعدت مع مامتها مش عارفة تقول لها على اللي هي شافته وحست بيه امبارح ولا لأ. ولكن نفس اللي حصل في الليلة دي يحصل معاها في 3 أيام تانيين، نفس الاتجاه بتاع المطبخ والحمام تشوف فيه الخيال، ونفس الصوت في نفس الميعاد تسمعه بالليل، ولما تقوم تشوف الصوت ما تلاقيش حاجة. أسماء كانت مرعوبة، ولكن هنا قررت إن هي تحكي لمامتها وتفضفض معاها، تقول لها على اللي هي بتسمعه واللي هي بيتهيأ لها ده وبتشوفه. وأسماء بتقول إن على الرغم من إن شخصية مامتها صعبة جدا وإن هي مش قريبة ليها قوي، يعني اللي هي بتهزر معاها ومصاحباها، إلا إن مامتها سمي الله في قلبك كده وشيلي كل الكلام ده من دماغك. أنا عاوزاكي تخلصي السنة دي على خير علشان تخشي هندسة زي ما اتفقنا. أسماء بتقول إن هي كانت مترددة إن هي تحكي لمامتها علشان شكت إن مامتها هتفكرها بتدلع وهتفكرها مش عاوزة تذاكر أو تروح الدروس، ولكن لما سمعت منها الكلام ده اقتنعت وقالت يمكن أنا فعلا بيتهيألي ومش أكتر من كده. أسماء بتقول إن هي برضو بتحب تقف قدام المراية كتير، أو أي مراية بتعدي من قدامها بتقف قدامها حبة حلوين، سواء بقى المراية بتاعت الدولاب، المراية بتاعت الحمام، أو حتى المراية بتاعت النيش اللي موجودة في المطبخ. هي عادة فيها كده، أول ما تشوف نفسها في المراية بتقف شوية كده تظبط شعرها، تقف فيها شوية. المهم ال3 أيام اللي بعد ال3 أيام الأيام اللي كان فيهم رعب دول كانوا 3 أيام عاديين، ولكن اليوم الرابع أسماء في نفس الوقت بالليل بتسمع صوت ضحك وجاي من بنت برضه، كأن بنت بتتكلم في التليفون وبتضحك بصوت عالي. الصوت رفيع جدا ومن كتر رفعه يرعب أسماء. قامت مفزوعة من على السرير بتحاول تستوعب الصوت ده جه منين، ولكن الصوت بيختفي مرة واحدة. حاولت تنام في الليلة دي، ولكن الصوت كل لما تيجي تنام يظهر مرة واحدة ويخضها، تقومها مفزوعة ولكن مفيش أي مصدر للصوت. وعلى الحال ده لمدة أسبوع كمان. وبعد الأسبوع أسماء بدأت تشوف خيال واضح وصريح بيخش للأوضة التالتة، تبقى معدية من المطبخ أو من الحمام وفي لمح البصر تلمح الخيال ده بيخش للأوضة، ولكن تخش تشوف في الأوضة ما تلاقيش حاجة. الأوضة دي أصلاً كانت زيادة فما كانوش حاطين فيها حاجات مهمة. قلبها كان متأكد إن هي شافته بجد مش مجرد تهيؤات، ولكن مفيش أي دليل أو أي حاجة تثبت. وأسماء بتقول إن هي مش مقتنعة أو مش مؤمنة أصلاً بوجود الجن بصفة عامة. تبقى واقفة قدام النيش وهي واقفة بتبص لنفسها في المراية بتاعت النيش أو الانعكاس بتاع النيش، تشوف الخيال بيقف وراها وبيختفي. تبقى قاعدة بتذاكر سواء بقى في الصالة وكله نايم أو حتى في أوضتها والباب مفتوح. وبالفعل جاب صنايعي وكسر الطوب وعمل الشباك من تاني في الأوضة. ومن اليوم ده والحاجات اللي كانت بتحصل مع أسماء اتحولت من مجرد خيالات وشوية أصوات لرعب حقيقي. بدل ما كانت بتشوف الخيال أو الظل بيعدي في ثانية وبيختفي، بدأت تشوفه لثانيتين و3 ثابت قدامها بيراقبها في الطرقة. الصوت بتسمعه من كل مكان في أوضتها بالليل، واللمسات اللي على شعرها بدأت تحس بيها بطريقة أبشع، لدرجة إن أسماء ما بقتش تعرف تنام. وهنا الأب والأم خدوا بالهم جدا. البنت تحت عينيها أسود ودايما صاحية، يا إما بتذاكر الصبح يا إما سهرانة بالليل، المفروض إن هي بتذاكر برضه، ولكن البنت حالتها بتتدهور، صحتها مش كويسة. وهنا الأم سألتها وبدأت تفضفض معاها،
فالبنت انهارت في العياط وبدأت تحكي لمامتها على الحاجات الغريبة اللي بتحصل معاها. مامتها استغربت وقالت لها: هو انت لسه بيتهيالك الحاجات دي؟ أنا قلت ده يوم ولا 2 من كتر الإرهاق وخلاص. قالت لها: لا يا ماما، ده من وقتها وأنا عمال أشوف الحاجات دي وعمال أسمع الأصوات دي، ولحد النهاردة ما بعرفش أنام. وهنا برضو الأم كانت مقتنعة ومصرة إن اللي بيحصل مع أسماء ده بسبب كتر المذاكرة وبسبب الضغوطات النفسية والتوتر. فطبطبت عليها وفضلت تتكلم معاها شوية، وقالت لها: خلاص النهاردة بلاش مذاكرة، وتعالي نخرج كلنا كده لما باباكي يجي من الشغل، نطلع نتمشى شوية بره ونغير جو. وفعلا ده حصل، وأسماء أول ما بتطلع من الشقة وتخرج بره أو تروح لمكان بتحس بحالة نفسية أفضل. كل الحاجات اللي في دماغها والخيالات والأصوات ما بتفتكرهاش أصلا. المهم اليوم ده عدى على خير، وأسماء نفسيتها اتحسنت إلى حد ما. وتاني يوم وأسماء بتذاكر قامت علشان تجيب شوية مية من المطبخ، ولما دخلت المطبخ تشوف نفس الخيال في الانعكاس بتاع إزاز النيش. المشكلة إن الخيال بيظهر من العدم وبيختفي لوحده، يعني ما بتتهيألهاش مثلا إن الخيال ده موجود وبعدين اختفى، لا، ده بيظهر قدامها ويختفي. فالموضوع مش مجرد تهيؤات. ولكن على الرغم من الخوف والرعب اللي كانت فيه أسماء طول المدة دي، بتقول إن هي برضو ما كانتش مؤمنة لا بشياطين ولا بجن والكلام ده. ولكن إيه اللي بيحصل معاها ده مش قادرة تفسره. هو الموضوع عبارة عن أصوات وخيالات وقلة نوم. واللي كان مخليها مقتنعة إن مفيش حاجة اسمها أرواح وجن وشياطين والحاجات دي هي مامتها، لأن هي برضو ما كانتش مقتنعة بالكلام ده خالص. المهم أسماء ما بقتش بتذاكر في أوضتها، وبقت بالليل لما كله ينام تطلع تذاكر في الصالة. وتبدأ أسماء تحس إن في حد قاعد معاها وهي بتذاكر. إحساس بيجيلها إنها مش لوحدها اللي قاعدة في الصالة. ساعات تحس إن حد قاعد وراها، ساعات تحس إن حد قاعد جنبها وهي بتقرأ بصوت عالي وبتذاكر. تحس كمان إن حد بيتكلم معاها وهي بتدندن. النوم بالنسبة لها بقى معركة، فكل مرة تيجي تنام تسمع نفس الضحكة بتاع الست أو بتاعة الراجل اللي صوته تخين. وبدأت حالتها الصحية تتغير جدا. حالتها بتسوء كل يوم، السواد بيزيد تحت عينيها، بترفع جدا. الأب كان فاكر إن كل ده بسبب توتر الدراسة، والأم برضو كانت مقتنعة إن كل ده بسبب المذاكرة والضغوطات، وعادي يعني سنة وهتعدي. ما كانتش مصدقة البنت في أي حاجة بتقولها، لا اللي بتشوفها ولا اللي بتسمعها، لحد ما جه اليوم اللي غير تفكير الأم والأب بالكامل. البنت تصحى من النوم تحس إن في حد بيلمس شعرها وبيلمس جسمها وهي نايمة. تقوم مفزوعة تلاقي إن في آثار كدمات على إيديها، وهي تبقى حاسة بالوجع وهي نايمة، كأن في حد بيقرص على المعصم بتاعها. وهنا البنت قررت تواجه أبوها وأمها في اليوم ده وما تسكتش، وتعرفهم إن اللي بيحصل معاها ده غير طبيعي. الأب والأم لما شافوا الكدمات وشافوا الآثار دي في إيديها، هنا بقى بدأوا يصدقوا إن كلام البنت مش ضغوطات ولا توتر، وإن في حاجة فعلا معاها. الكدمات على إيديها وجسمها، وهي بتقول إن هي كانت بتحلم إن حد بيمسكها من إيديها، وإن حد بيضغط عليها، حد من غير ملامح. وبدأت تقول لهم على الأصوات والحاجات اللي بتشوفها. فهنا قرروا ياخدوها ويروحوا للدكتور. الدكتور وقتها لما كشف عليها قال لهم إن ده شد عصبي، وإن البنت في حالة توتر وضغوطات شديدة جدا. ولكن البنت قالت له: يا دكتور أنا بيحصل معايا 1 2 3. بس طبعا الطب ما بيعترفش ولا بيعترف بالكلام ده كله. كتب لها على مهدئات وشوية أدوية، ولكن الكلام ده ما جابش معاها نتيجة، ولسه الحاجات دي بتحصل معاها. فمن بعدها العيلة قررت إن هم يلجأوا لشيخ يجي يساعدهم ويخش الشقة عندهم. وده لما عرفوا من أسماء إن الحاجات الغريبة دي بتحصل في الشقة بس، وإن طول ما هي بره في درس أو بره الشقة الدنيا معاها تمام. المهم وصلوا لحد معروف في المنطقة إنه بيفك الأعمال والسحر والكلام ده، وجالهم الشقة. أول ما دخل عندهم الشقة فضل يتلفت فيها كده ويبص في أماكن معينة ويدقق لمدة ثواني من غير ما يسأل حد حاجة، من غير ما يتكلم، وكأن عينه بتحاول تدور على حاجة معينة، لحد ما جه عند الأوضة التالتة اللي الشباك فيها كان مسدود.
وهنا وقف متنح جواها. ملامحه اتغيرت، ولكن مش خوف، استيعاب. بدأ يستوعب حاجة، وبعدين سأل الأب هو الشباك ده كان مقفول؟ الأب قال له أيوة، عرفت منين؟ قال له هو باين عليه إنه كان مسدود. قال له انتوا بقالكم قد إيه في الشقة؟ قال له ما نكملناش 5 شهور. ليه؟ قال له طب تعرف مين اللي كان ساكن قبلك في الشقة؟ قال له لا، ما عنديش أي فكرة، إلا إني أعرف إن صاحب الشقة مات وأولاده ورثوها وباعوها لنا وكل شيء قانوني. ويتفاجئوا إن شيخ يقول لهم إن صاحب الشقة اللي كان عايش فيها ما ماتش عادي، ما ماتش موتة طبيعية، وإن هو كان راجل مش عادي وليه في السحر والدجل والتحضير، وإن هو كان محضر حاجاته وقبل ما يموت ما كانتش اتصرفت. العيلة فضلت واقفة متنحة وهم فاتحين بقهم مستغربين، مش مصدقين اللي الشيخ بيقوله. وفوراً الأب تواصل مع السمسار وقال له على الموضوع ده. السمسار استغرب وقال له أنا ما عنديش علم بالكلام ده، ووصل لابن الراجل اللي مات في الشقة وسأله هو أنت والدك اتوفى إزاي؟ قال له اتوفى بسكتة قلبية عادي. قال له طب إيه السبب؟ قال له من عند ربنا كده. طيب عمره قد إيه؟ عمره 61 سنة. ليه بتسأل الأسئلة دي؟ الأب فضل ورا الموضوع ما سابوش، وسأل ناس كتير جدا عن الراجل اللي كان عايش في الشقة ده، لحد ما قدر يوصل لراجل عجوز من الجيران ولكن اللي مش قريبين من الشقة. وبالصدفة عرف منه إن اللي كان ساكن في الشقة دي ساحر، وساحر تقيل كمان، وإن هو شخصيا نتعامل معاه. وهنا الأب قرر إن هو ياخد عيلته ويبيعوا الشقة دي ويمشوا منها في أسرع وقت. وبالفعل الشقة اتباعت، واللي باعها لهم نفس السمسار اللي اشتراها لهم. وأسماء لحد النهاردة بتأكد إن كل الخيالات وكل الأصوات اللي كانت بتسمعها كانت حقيقية، وإن هي في السن ده ما كانتش صغيرة ولا كانت عيلة، إن هي ما تفرقش ما بين الخيالات وبين اللي هي شافته بجد. وأسماء حالياً شغالة مهندسة، وحققت الحلم اللي كان نفسها فيها هي ومامتها، وتخرجت من هندسة. ولكن بتقول إن والدتها أو والدها توفوا هما الاتنين، وهي حالياً متزوجة وحياتها طبيعية جداً، ومش قادرة تنسى في يوم من الأيام إن هما اشتروا وسكنوا في شقة ساحر في الفيوم. ولكن بتقول إن الدنيا مستقرة حالياً، وإن هي سألت على الشقة دي في وقت قريب، وعرفت إن اللي ساكنها خلاص قدر إن هو يجيب حد ويتخلص من كل الكلام اللي فيها، وكل شيء رجع طبيعي. وبس يا سيدي، دي كانت قصة شقة الفيوم المسكونة بسبب أصحابها الساحر.